النهارده هسافر من مصر للسويد عشان مقارنة تاريخية، مقارنة بين ايكيا المصري وايكيا السويدي، وهل فعلا في فرق كبير من ناحية الأسعار، الخدمة والأكل؟ اعملوا لايك واشتراك في القناة وتعالوا نبدأ الرحلة. اهلا بيكم في الايكيا المصري. يا جماعه تعالوا بقى نستكشف في الفرع في كايرو فيستيفال مع بعض. اللي بيميز ايكيا عن العمولة ان انت بتبقى شايف الحاجة اللي هتشتريها، بتروح المحل تجربها تعجبك تاخدها معاك البيت تركبها بكل سهولة وخلص الأمر. غير العمولة ممكن تتأخر أسابيع أو شهور وفي الآخر النتيجة ما تطلعش زي ما انت كنت متوقع ويحصل مشاكل. فالموضوع أسهل بكتير في ايكيا، لكن الجودة في ايكيا ممكن ما تبقاش أحسن حاجة. هل انتوا تفضلوا تشتروا حاجاتكم من ايكيا ولا عمولة؟ شاركوا معانا رأيكم في التعليقات. الكنبه دي ب 32,000 جنيه. الاكل اللي بيتقدم في مطعم ايكيا المصري بيختلف عن السويد. طبعا اساس ان يكون فيه الميت بولز، سلمون المدخن، سينامون رول، لكن هنلاقي هنا ميكس من اكلات شرقي زي رز وكفته وفراخ. وفي شهر رمضان عاملين افطار بوفيه. في مصر طلع فيه كمان ركن التخفيضات بيبدأ من 30%، لكن بصراحة حالة الحاجة ما كانتش كويسة خالص. طيب ايه السر ورا اسامي ايكيا اللي مش مفهومة واللي احيانا ملهاش اي علاقة باسم المنتج حتى لو ترجمناها باللغة السويدي؟ تسمية اكتر من 12,000 منتج بارقام شيء صعب جدا، فمن هنا جت فكرة مؤسس ايكيا إنجفارد كامبراد، وابتكر نظام تسمية سهل وبسيط بيتكون من اسامي اسكندنافية من مدن قرى بحيرات. على سبيل المثال السجاد اسامي اماكن في الدنمارك، القماش والستاير أسامي بنات، المكاتب والكراسي أسامي أولاد، إكسسوارات المطبخ أسماك، أدوات الحمام بأسامي بحيرات ومسطحات مائية وغيره من أسامي. هي دي الفكرة. تعالوا ناخد فكره عن الاسعار في الايكيا. هنلاقي هنا البيسك برايسز، العلامات اللي معموله بالاصفر. يعني مثلا هنا الثلاث قطع دول ب 20 كورونا، يعني تقريبا 60 جنيه مصري او 2 يورو. لا ثانية واحدة، الفيديو ده كان متصور قبل تعويم الجنيه. لو هنحسب قيمة العملة النهاردة في الكورونا السويدي بمعدل 4 جنيه ونص ل 5 جنيه مصري. ولو بتشوف الفيديو ده من المستقبل طمنا واكتب في الكومنت الجنيه وصل لكام ساعتها. نشوف مثلا الحله دي سعرها 80 كورونا، دي يعتبر الحله البيسك بتاعت ايكيا. عندنا الطاسه البيسك هنا برضو سعرها 50 كورونا، فاسعار كويسه جدا بالنسبه للجوده. من الاساسيات هنا في السويد هي اللانش بوكسز. اللانش بوكسز هنا في منها انواع واشكال كتير، لان السويديين بياخدوا معاهم اكل للشغل. الواحد ممكن يختار هنا اللانش بوكس، يعني يختار مثلا مقاس مدور مربع، ممكن يختار شكل الغطا من سيليكون لبلاستيك لبامبو. ففي امكانيه هنا ان الواحد يختار اللانش بوكس وينقي التشكيله براحته. لو بصينا في الايكيا هنلاقي اليافطه دي نيت، وده منتج جديد. الايكيا كل فتره والتانيه بتنزل منتجات جديده باشكال جديده حسب الموسم. ومعانا تلاجة 12 قدم. الموتور بتاعها باظ، ركبنا لها موتور اسانسير قديم. من الحاجات الجديدة في ايكيا ان الكافيتيريا في نص المبنى، يعني واحد ممكن وهو بيتسوق ياخد استراحة ويجي هنا ويعمل فيكا. ايكيا هنا عاملة الكولا الخاصة بتاعتهم، دي سكوب كولا. انت كومباي اوف ان براون اوف كولا. شوف بقى الفيكا اللي احنا جبناها، جبنا براوني وباي بكان. حلو. معلومة، الناس اللي بتنطق ايكيا في مصر بتنطقها غلط، بتقول ايكيا. يا جماعة بتتنطق ايكيا مش ايكيا. IKEA. In Sweden we say IKEA. IKEA. اللي بيميز ايكيا عن اي محل تاني هي التجربة، من مطاعم لكافتريات، مكان لعب للاطفال، فود ماركت، كمان طريقة العرض الجميلة لمنتجات ايكيا اللي تنسيك ان انت في محل. جزء مهم من الاكسبيرينس في ايكيا ان الواحد بيخدم نفسه، تستلم الحاجة وتركبها بنفسك في البيت، وده لوحده بيديك شعور بالسعادة والفخر.
معظم منتجات ايكيا بتتباع في فلات باك. الكونسبت ده جزء مهم واساسي من بدايات تصميم منتجات ايكيا، لان بيوفر في المساحه وكمان بيقلل من مصاريف الشحن. ساعات الواحد بيرجع في كلامه، فعشان كده الايكيا هنا في السويد عامله 365 يوم اوبن شيب، يعني تقدر تشتري حاجه وتفتحها وتجربها وترجعها المحل وهتاخد فلوسك بالكامل. وده عكس مصر، هناك 90 يوم ولازم تسلم الحاجه مقفوله. بالنسبه للسراير هنا في السويد 90 يوم. في ايكيا الواحد ممكن يشتري سرير ويجربه في البيت لمده 90 يوم، ولو ما عجبوش ممكن يبدله بسرير تاني. افرد يا باشا، افرد مش عارف شكلي هينام ولا ايه. افرد يا باشا. غير كده في السويد في خدمه السكن هاند، لو عندك اي منتج من ايكيا قديم ممكن تبيعه لايكيا، ولو قبلوه هتاخد فلوسك وهيتحط هنا في العرض في السيركلار بتيكن، ممكن اي حد تاني يشتريه. سيركلار بتيكن يعتبر زي ركن التخفيضات، تقدر تشتري فيه اساسات بخصومات كبيره. في برضو بعض المنتجات اللي ما اتباعتش من ايكيا قبل كده او حاجات حد رجعها قبل كده. وبعد جولة طويلة ساعتين في ايكيا جه وقت الغدا. أجمل حاجة في مطعم ايكيا هو النظام، تختار اللي انت عايزه وتحاسب في الآخر. بالنسبه للغدا جبنا فيش اند شيبس، سلطه الطماطم بالموتزاريلا، ميت بولز فيجيتيريان مع سماش بوتيتو، وسلطه اسمها سكوجن رارا. سكوجن رارا هي ميكس سي فود او جمبري في مايونيز كريم فريش وليمون وشبت. بقول لك يا باشا، ممكن ناخد لفه كمان وتصورني من الموبايل معاك؟ وانا جايب اختي معايا انا عارف عليك مشكله من عسل يا عم. طيب هنا في السويد في حاجه اسمها السيلف سكان في الايكيا، فالواحد بيجيب البضاعه اللي هيشتريها بيعملها سكان على الابلكيشن. في السيلف سكان هنا ذكي، يعني بيعرف لو اشتريت شيء ليه اكسسوارز فبيجيب لك الاكسسوارز اللي انت محتاجها. وطبعا لازم نختم الجولة في ايكيا بالايس كريم. شغال. هنعمل دلوقتي الكوكتيل بتاعنا. طيب تعالوا يا جماعه بقى نشوف اسعار السجاد هنا في الايكيا. هنا معانا كوليكشن البقر 1995. السويدين هنا قاعدين متمزجين قوي بالاكل، كانهم كلوا يعني حاجه عالميه، مع ان الاكل بسيط هنا في الايكيا، يعني هو شويه ملح وفلفل بس يعني